كنت ما بصليش، وفي المستشفى قبل ما اموت الراجل اللي جنبي علمني معنى الصلاة. كنت ما بصليش، كنت شايف ان الصلاة حاجة كبيرة وان في وقت كله، بس في المستشفى وانا بتابع حالة جدي الراجل اللي جنبه قبل ما يموت بدقايق علمني معنى الصلاة، ومن ساعتها وانا ما اتأخرتش عن صلاة ابدا. جدي دخل المستشفى فجأة، قعدت جنبه طول الليل والقلب مكشمر. في الغرفة اللي جنبنا كان في راجل عجوز شكله طيب بس كان تعبان جدا، الأجهزة حواليه بتصدر أصوات والكل كان صامت. في نص الليل العجوز فتح عينيه، بصلي بضعف وقال بصوت واطي: يا ابني صلي، ما تسيبش الصلاة، أنا ضيعت عمري وما صليتش، دلوقتي وأنا سكران نفسي أرجع ثانية واحدة بس أصلي فيها. دمعت عينيا، ما كنتش عارف أرد عليه. أغمض عينيه بعدها بدقايق وخرجت روحه، حسيت بقشعريرة في جسمي. الراجل ده كان بيقول لي كلمة بقلبه قبل ما يموت. هنا قبل ما أقولك اللي حصل بعدها، صلوا على النبي في التعليقات، اللهم صل على سيدنا محمد. من النهاردة وأنا ما تأخرتش عن صلاة أبدا، كل ما أسمع الأذان أتذكر كلام الراجل، أتذكر عينيه وهو بيقول نفسي أرجع ثانية واحدة بس أصلي فيها. الصلاة مش حاجة تقيلة، الصلاة آخر حاجة الواحد يتمناها قبل ما يموت. لا تؤجل التوبة، يمكن ما تلحقش، الموت لا يستأذن والصلاة لا تؤجل. انتوا ايه رأيكم؟ هل في حد مر بتجربة خليته ترجعوا لربنا؟ اكتبوا في التعليقات.